يا صباح الخير والفل والياسمين، والنهاردة هتكلم معاكم عن فن النحت على خشب السرسوع. خشب السرسوع ده بيسموه الخشب العتيق، وهو نوع من أنواع الأخشاب صديقة البيئة، لأن هو مش بيتفاعل مع المواد الطبيعية وبيقاوم الحرارة والرطوبة. بس هو أسمع إن القطاعات بتاعته صغيرة شوية، فمش بيقدروا يعملوا منه حاجات كبيرة زي مثلا الأبواب البرجولات. بيعملوا منه قطع أساس صغيرة، زي شفت منه الكراسي وتحف وأنتيكات جميلة كده. بيعملوا منه أطباق وشوك ومعالق. اللي منكم بيروح المعرض الشهير لومارشي في القاهرة، بيبقى ليه بارتيشن كده دايما في الآخر، متخصص في المعالق والشوك والأنتيكات اللي معمولة من خشب السرسوع. هو خشب جميل جدا، وفيه درجات كده ديجريز من الألوان طبيعية، منه فيه فاتح وغامق، فتحفة بصراحة. الفن ده دخل مصر عن طريق راهب فرنسي اسمه الراهب بطرس فرانسيس. لصعيد مصر في بلد اسمها الحجازة إبلي، واستقر فيها وكان سعيد جدا بالتعاون مع الناس هناك، وعلمهم الحرفة دي وتورثت. هو اتوفى من سنين، ولسه لغاية دلوقتي حجازة إبلي ومدينة المحروسة مشهورة بصناعة النحت أو المنحوتات اللي معمولة بخشب السرسوع. هي صناعة يدوية 100%، وده سر جمالها. بيقولوا ان الخشب السرسوع اول من جابوا مصر هو الخديوي اسماعيل، وجابوا من الهند وزرعه في مصر. هو دلوقتي نادر في الزراعة بتاعته، لانه بيقعد 200 سنة على بال ما ينفع ان احنا نتعامل معاه. يعني بتزرع من قبلها من 200 سنة، وبيبدأ يقطعوه بعد كده بعدها، ويفضل 3 سنين قبل من بعد ما يتقطع يتنشر كده في الشمس قبل ما يتعاملوا معاه او يستخدموه. آه، حاجة جميلة جدا، فن جميل جدا موجود في مصر. ومع يعني معرفش اذا كان بيتعمل لهم معارض في اماكن معينة نروح لها ونتابع معاهم. انا عن نفسي بحبه، وعندي منه قطع كده هدايا واشتريتها، اطباق ومعالق وحاجات للمطبخ. طبعا الخشب من المواد الصحية اللي ممكن تستخدموها في الاكل بتاعكم. صحي جدا لانه ناتشورال، وطبيعي ان احنا ناكل في الطبق اللي معمول من الخشب. طبعا انا مهتمة جدا بكل الصناعات، ومش شرط يكون الموضوع منوط بحد بتعامل معاه. ممكن اكون سمعت عنه زي الراهب الجميل اللي كان ثمره واضح وعمله واضح، علم الناس حرفة، والناس بتاكل عيش من ورا فكرته. فكرة البرنامج ان احنا بنأرخ وبنرصد حاجات حلوة جدا حصلت وبتحصل من صنايعية مصر. اللي منكم من بلد حجازة قبلي يكتب لنا، اللي بيمتهن مهنة السرسوع برضو يبعت لنا صور لأعماله، واحنا هنعرضها على الصفحة. يومكم سعيد ونهاركم زي الفل، ومتنسوش تتابعوا المتعاملين معنا.